السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راني حاب ننبه برك، وخاصة الرقاة. كاين بزاف اللي عيطولي قالوا لي يا شيخ، عندنا الرقاة خاصة في الجزائر والغرب. قالوا لي بلي كي نروح عند الراقي نقولوا بلي نجوزو ليك باش نديروا له الرقية، ولا واش يقولوا هذاك الراقي؟ يقول لهم بلي انايا ندير لكم تشخيص برك ماشي الرقية، وبلا الاعشاب وبلا واش يمدلو. قال له بلي ندير لك غير التشخيص بمليون، كاين اللي يقول له 500,000، كاين اللي يقول له 2 ملايين، كاين اللي يقول له ما على باش واش يقول له. علاه بصح هذا الشيء؟ علاه هي الرقاة؟ صافي دوك انا نجي لعندك باش نرقي، باش نبرى، باش نتهنى من هذا الهم وهذه المشاكل وتزاد عليا. صافي يكون يجيك واحد الزوال يحلل عليه، ما كاش واش دير؟ ما تدخلوش. خاصة قالوا لي كاين واحد راقي في الجزائر، ما نقولكش وين هو على بالو كاين هضره هكذا، هو يعرف روحو وزيد بزياده اللي يسمع هذه الهضره يعرفوه ورا هذا الراقي. عيطوا لي ديجا، قالوا لي بلي كاين راقي يدير تشخيص بمليون. الله يبارك. صافي ولا تشخيص بمليون، صافي نكون نقول لك روح ليا للدار ترقي لي في الدار. صافي شحال مالك تجي ليا للدار غير الرقيه برك، ولا غير تجي للدار درنا تشخيص برك صافي 10 ملايين. تسمى بلا الرقيه بلا الاعشاب بلا الاخر، صافي تسقى من واحد 50 مليون. علاه بصح؟ اما ربي سبحانه داروا هذا الشيء. صح ادي حقك ماشي مليون، ادي حقك على بالي بلي راك ريال التريسيتي، وعلى بالي على بالنا كلش، بصح ماشي مليون ماشي دير باش تشخص له برك لا خصمو كيما راهم يديروا طباع. تروح دير لا فيزيت مي با يهضر معك 2 كلام يقولك 400,000. ان شاء الله فيها خير. وشنو على كل حال، من هذا المنبر هذاك الراقي اللي دار مي البروبليم اللي راهم مراد اللي راهم يروحوا ليه. مادام تعرفوا بلي هذا السيد يدير غير تشخيص مليون، على راكم تروحوا ليه؟ مادام راكم تروحوا ليه صافي راكم راضيين. مادام انتم راكم راضيين صافي هو يزيد يطلع له القراط، يزيد يتفرعن. والله غير واقيلا استغفر الله يا ربي، واقيلا تدخلوا لداخل يولي يهضر لكم كلام مش منه، يقول لكم صاي ما نلقي لكمش خرجوا. مادام انتم راكم راضيين تروحوا ليه تشخيص برك مليون، وخلي. المهم ان شاء الله يهدينا ربي سبحانه، ان شاء الله يهدينا ربي سبحانه جميع الأمة المسلمة أينما كانت، سواء في أي مكان. اللهم أنت هو الشافي، اشفي أي مرض، سواء مرض تبع روح سبب عين وحسد يا رب العالمين. اللهم اللي ما عندهمش الذرية إن شاء الله يا رب ترزق لهم الذرية الصالحة يا رب العالمين. اللهم اللي عنده الربط بين الزوج والمرأة إن شاء الله تفك له هذاك الربط، سواء من جهة الرجل ولا من جهة المرأة، خاصة الربط بين الزوج والمرأة خاصة في الأعراس يا رب العالمين. اللهم فك عنهم كل عقد الربط في العمل، اللهم فك عنهم كل ربط عن الزواج، خاصة في الزواج، خاصة النساء اللي عندهم العين والحسد بزاف، خاصة عن طريق الأقارب والجيران والأصدقاء، والسحر، خاصة السحر المرشوش المنتشر بأكثر خاصة في الجزائر العاصمة، في الجزائر يعني كامل، ماشي على الجزائر العاصمة، في تراب الوطن كامل. خاطر على السحر المرشوش هو اللي سهل. لو كان نرفد هذه الرشاشة نجوز طريقة نبدا نرش، ولا ندخل داخل نقول زعما يعرضني واحد، ولا نحيها ونبدا نرش بلا ما على بالو. خاصة السحر المرشوش، على خاطر على السحر المرشوش سهل باش ترشه. اما الحرز والبخور والاخرين هذوك كامل دوكا فقوا الناس، والسحر المرشوش هو اللي سهل. وهذا السحر المرشوش يزيد يقدر يسبب بزاف صوالح، المرض، الشلل، الربط، المشاكل، التفرقة، العقم، كاين بزاف صوالح. ان شاء الله ينجينا يا رب العالمين هذه الاسحار والعين والحسد. اللي عنده اي استفسار الرقم الهاتف راه قلتلنا عنكم. مرحبا بكم في كل وقت، واللي يحب يرقي مرحبا به اللي بجايه. وزيد بزيادة تاني قالوا لي بزاف اسبوعك تتنقل الشيخ. نعم نتنقل، بصح نتنقل غير بلايص القراب، سطيف، جيجل، تيزي وزو، بومرداس، البويرة، الجزائر، حتى البليدة. البلايص الاخرين بعاد بزاف عليه، والله العظيم غير بعاد بزاف.
كيما نهضر كيما نقدر ما نقدرش نهضر بعيد بزاف. ومرحبا بكم ان شاء الله فيها خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.